وانا بذاكر اكتشفت ان في حاجات بسيطة لو عرفتها بدري كانت هتفرق معايا جدا، فحبيت اشاركها معاكم. ودي مش نصايح مثالية، دي حاجات واقعية تنفع مع اي حد بيذاكر. طيب ايه هي الحاجات دي 10 حاجات ما ينفعش تعمليها خالص وانت بتذاكر. نبدأ بأول واحدة، وهي ما تذاكريش وانت متوترة. لانك لو بتذاكري وانت متوترة فانت مش بتذاكري، انت بتكوني دماغك عمالة شغالة في الحاجة اللي انت متوترة فيها، فمش هتحصلي اي حاجة في المذاكرة. تاني حاجة، وهي ان المكان مش لازم يكون مثالي. يعني مش لازم المكتب يكون تحفة والاضاءة تحفة وكل حاجة تحفة تحفة تحفة. وبذاكر الاضاءة، فيا جماعة انا كنت بذاكر بالليل، فاعذروني لو الاضاءة شوي مش احسن حاجة. فاهم حاجة ان المكان اللي انت تقعدي فيه لازم يكون مرتب ومفيش اي حاجة حواليكي تشتتك، هو ده المهم. تالت حاجة، التليفون حطيه بعيد. يعني حتى لو مش ماسكاه وجوده جنبك بيشتتك من غير ما تحسي. فنحوش الموبايل اول ما نبدأ مذاكرة، وبعد ما نخلص نمسك عادي الموبايل، لان الموبايل من الحاجات اللي بتشتت. رابع حاجة، ابدأي بحاجة سهلة علشان تحس انك انجزتي وتكملي من غير ما تضيعي وقت كتير في حاجة كبيرة اللي انت حاساها اصلا صعبة، بعد كده لما تذاكريها تحس انها سهلة. خامس حاجة، ما تستنيش الحماس، ابدأي غصب عنك. الحماس بيجي بعد ما تبدأي على طول. مفيش حاجة اسمها هشجع نفسي وهبدأ وانا هحتل الكرة الارضية، مفيش الكلام ده. في حاجة اسمها ابدأي، واول ما تبدأي باول محاضرة تاني محاضرة تحس انك انجزتي وحماس بقى، وانا هكمل وانا هو ده اللي احنا طالبينه. فابدأي والحماس بقى هيجي. سادس حاجة، اعملي فواصل قصيرة جدا، هي مش جدا بس اعملي فواصل. ليه بقى؟ لان حتى لو ذاكرتي ساعات كتيرة او مثلا ساعات لازم تاخدي فاصل، يعني بريك ريست بمعنى تاني. ليه؟ علشان ترجعي تكملي بنفس القوة اللي انت فيها، عشان برضو انت هتتعبي. يعني انت مش آلة هتقعدي مثلا 5 ساعات ورا بعض 6 محاضرات ورا بعض، مفيش الكلام ده. لازم فواصل عشان ترجعي تقدري تكملي. سابع حاجة، وهي انك لازم تكتبي بايديكي. ليه؟ لان الكتابة بتثبت المعلومة اكتر من ان انت تبص بعينيكي على الكتاب بس. فلازم تكتبي بايديك عشان تثبت وما تنساش خالص. تامن حاجة، وهي ان كل واحد ليه طريقته. يعني ما تقارنيش نفسك بحد، اللي ينفع لغيرك ممكن ما ينفع لكيش. بمعنى تاني، الطريقة اللي انت بتذاكري بيها ممكن ما تكونش بالطريقة اللي صاحبتك بتذاكري بيها. يعني مش تبقي ماشية طول عمرك بطريقتك انت، وتيجي مثلا سنة في تالتة ثانوي فمتوترة فاحسن اكون مش بذاكر صح، فتروحي تسألي صاحبتك تلاقيها بتذاكر بطريقة غيرك فتقولي اجرب طريقتها. لا طبعا ما تعمليش كده. وفي طرق يا جماعة للمذاكرة كتير، بس انت طريقتك اللي بتنفعي بيها هي اللي بتمشي بيها. ولو عايزين تعرفوا طرق المذاكرة قولولي وانا اعمل لكم عادي فيديو، ما فيش اي مشكلة. بس اهم حاجة لو انت ماشي على طريقة كملي بيها عادي، يعني مفيش اي حاجة، انت تمام انت صح طول ما انت فاهمة من الطريقة الكذا يبقى كملي بيها عادي. ما تستنيش مثلا صاحبتك تقولك لا ازاي انا بذاكر بالطريقة كذا 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 وبتثبت لي اكتر المعلومة، وانت بتذاكري بطريقة تاني خالص فتروحي على طريقة. لا بصي، خليكي في نفسك بس في طريقة مذاكرتك انتي، ملكيش دعوة بطريقة مذاكرة حد. تمام. وفي طبعا زي ما قلت طرق للمذاكرة كتير، يعني مش طريقة واحدة او 2 او 3، لا في كتير. تاسع حاجة، وهي انك لو تعبتي توقفي مذاكرة عادي. لان الضغط على نفسك، انت لما تضغط على نفسك زيادة عن اللزوم ده بيضيع المجهود كله اللي انت عملتيه. فاول ما تتعبي عادي وقفي وبعد كده رجعي تاني، اكيد لو هتضغطي فهتتعبي خالص. عاشر حاجة يا جماعة، ونكون خلصنا كده الحاجات بتاعتنا اللي لازم تمشوا بيها او تكونوا عارفينها لانها مهمة. وطبعا يا جماعة مش عايزة اقول لكم ان اخر واحدة دي اللي انا هقولها لكم الوقت دي اهم واحدة بجد، ومش كل الناس عارفاها او كل الطلاب بتعمل بيها. فهي مهمة جدا جدا، وعشان ان هي مهمة اللي وصل معايا لحد الدقيقة دي وسمع معايا رقم 10 دي ينزل يكتب لي في الكومنتات 10 عشان اعرف كم واحد سمع وعرف رقم 10 دي وعرف بجد انها مهمة. طيب ايه هي رقم 10؟ وهي ان مش كل يوم هيكون مثالي. يعني مش كل يوم مثلا بذاكر محاضرتين وساعتين ومثلا او مثلا محاضرتين و3
3 ساعات، مش كل يوم هيكون معانا كده. تمام. فهنعمل ايه؟ مثلا امبارح مثلا كنت تعبانه فمذاكرتش مثلا الا ساعتين، النهارده مش هقول مثلا اصل انا كنت تعبانه برضه فمش هذاكر الا ساعتين، لا، نحاول نزود. مثلا تعبت خالص مثلا ذاكري بس على الخفيف. مثلا النهارده تمام، ذاكري وظبطي يومك واطلعي بيوم منجز، لانك طبعا تمام يعني الحمد لله. فنحاول ان احنا نستغل الايام صح، يعني ما نعديش الايام من غير ما نذاكر، او نعدي واحنا مضغوطين، او نعدي واحنا مراكمين. فدي اهم حاجة. بس لازم تعرف انك لازم تحاول. ولو استفدتي من اللي انا قلته ده فما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبوا لي ايه رأيكم في النوت اللي انا جبتها دي ل 2026.